وهي كان بقالنا كتير جدا ما جبناش حالات ريسكيو اللي هي حالات الانقاذ. وحالات الانقاذ دي بتكون مؤسسه من مؤسسات الرفق بالحيوان، بتلاقيها في الشارع، فبتبقى محتاجه جرومنج الاول قبل ما تروح المؤسسه مثلا، او بيكون فرد عادي زينا بيلاقيها في الشارع بيتكفل بيها، فبيعوز يعملها جرومنج الاول قبل ما يدخلها البيت او يعرضها تبني. وبالفعل في ناس فرديه عاديه جدا لقوا الكلب في كفر عبده. هو اوريدي انا كنت شايفه له بوست كتير على فيسبوك جروبس، والحمد لله تواصلوا معانا وجم. وطبعا كان الموضوع اصلا مفاجئ وما كانوش واخدين ميعاد وكنا في اخر اليوم، بس احنا قلنا ناخد التشالنج خلاص، احنا هناخده ونظبطه، يعني هناخده ونظبطه حتى لو احنا مرهقين. طبعا اللي عارف كريترز تيم عارف ان احنا بنحب الحالات دي جدا، وفي فيديوهات مثبته على التيك توك هنا بنتعامل فيها مع الحالات اللي شبه كده كتير. واللي عارفني من زمان عارف ان احنا بناخد الحالات بتاعه الانقاذ دي كتير. بنحب نحس بفرحتهم بعد ما يخلصوا جرومينج، بنحب نحس بالانجاز اللي احنا بنعمله والمساهمه اللي احنا بنعملها ان احنا نرجعهم نضاف مره تانية. طبعا احنا مش عارفين القصه، مش عارفين هل ده ضاع هل اتسرب، مع ان احنا شاهدنا كتير الفتره الاخيره لكلاب كتير جدا بتتسرب بكل انواعها، طبعا اكترها جريفون زي الاستاذ ده. وحالته كانت بجد صعبه جدا زي ما انتم شايفين، المنظر كان صعب، الفرو طالع بحاله، يعني رسمه الجسم اهو طالعه زي ما هي فعليا، اكنه كان لابس جاكيت، يعني بس جاكيت بقى يعني قذر، جاكيت معفن محسسه بعدم ارتياح وبعدم نظافه. والحمد لله ان هو الجلد ما حصلوش اصابات كتير زي الفطريات وهكذا. طبعا انا ما كنتش موجوده وكان نفسي جدا اكون موجوده في الحاله دي، بس هي حاله مفاجاه زي ما انا قلت لكم، فسدرة واحمد عملوا اللازم والواجب وزياده كمان. وفي نص السيشنز كان بياخد بريكس كتير، ميه وتريتس وكل حاجه، اللي هو لا احنا مش هنعذبك، احنا بنبسطك، هننضفك وناكلك ونشربك كمان. وبصراحه he was very cute وما عملش اي حاجه رخمه ولا عض ولا هوهو ولا زام ولا اي حاجه خالص، اكنه يا عيني كان بيقول خلصوني من اللي انا فيه يا جماعه، انا عايزه اخلص من اللي انا فيه، انا عايزه انضف. فهو بصراحه كان جود بوي وكان حاسس ان هو عايز ده. واللمسات اللي كانوا بيلمسوها له مش بس الشيف والشاور والطبطبه وكده، كان هو نفسه في كده، هو كان عايز كده، عايز الاهتمام ده. رسالتي ان انتوا ما ترموش حيواناتكم يا جماعه في الشارع. الحيوانات وانس ان هي اعتمدت علينا وكانت في بيت مغلق ما بتتعرضش للعوامل الخارجيه والحيوانات اللي في الشارع، هي خلاص اتعودت علينا، احنا مصدر اكلها وشربها ورعايتها وكل حاجه، مش هتعرف تتعايش تاني في الشارع. فاي حد هيقتني او عنده اوريدي حيوان اليف لازم يعرف انه هيتحاسب عليه وهيسأل عليه يوم الدين، فلازم يعمل واجبه لحد ما حد فيكم يموت بقى يعني سواء انتوا او البتس هتسألوا عليهم وعلى رعايتكم ليهم واكلهم وشربهم ودواهم وكل حاجه. بجد انا مبسوطه جدا بالترانسفورميشن اللي حصل ده، وبان احنا وفرنا له النظافه اللي كان محتاجها. مبسوطه جدا طبعا بالناس كمان اللي ساعدوه وخدوه من الشارع، وهم كمان سموه اوريو تقريبا. فانا مبسوطه وان شاء الله يكون في بيت متدفي ومطمئن. اشوفكم فيديوز تانية، باي.